كتعجبك بيتزا وما كتصدقش ليك لاباط ديالها، اليوم غادي نعطيك واحد لاباط لي ساهله وكتجي خطيره البيتزا الا جربتيها بهاد الطريقه، والاهم بانه بالدقيق ديال القمح الكامل كتجي زوينه بزاف. هاد لاباط شوفوا ليا بيتزا كيفاش كتجي خطيره فعلا، الا قلت لكم زوينه فعلا زوينه وسهله، ما فيهاش قوه شحار وقوه خبزه الاولى والثانيه، سهله. غادي ناخد واحد الاناء ولا قصريه، المهم راه بلا دليك بلا والو. غادي ندير فيها كاس ديال الفينو، جوج كيسان ديال الدقيق ديال القمح كيف كتشوفوا، وكاس ديال الفورص. هنايا القمح راه غالب على الفورص وغالب على الفينو. غادي نزيد واحد رشاشه الزعتر، واحد المعلقه ديال الخميره، الملحه على حسب القياس، ونص معلقه ديال سنيده اختياريه، ربع كاس ديال الزيت البلديه. صافي هادشي اللي غادي نديرو في العجينه. غادي نعجنوها هكا، غنجمعوها بصبعنا، ما غاديش تدلكيها، تجمعيها بالماء دافي. انا غادي نوريك القوام ديال العجينه كيفاش خصو يكون. هذا هو القوام ديال العجينه كيف كتشوفوا، كتلصق في اليد، ما مدلوكه ما والو، غير جمعتها وهكا درتها من الاول، درتها ربيتها هكا مرخوفه كيف كنقولوا. غادي ندير لها واحد شويه الزيت، وغادي نغطي عليها بواحد البلاستيك، واحد السريبيته، وغادي نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. ونرجع معكم هنايا من بعد ما خمرات العجينه كيف كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها. غادي ناخد الفينو، غادي نقسم هذيك البيتزا. انا خرجات ليا 4 ديال البيتزات وتبارك الله راهم كبار كيف كتشوفوا، كيف شفتوا في الاول. غادي نلولبهم هكا، وغادي نخلي الاولى نبدا عفوا بالاولى. انا درتها هكا على حسب اللاطه، درتها مربعه، درتها كبيره على حسب اللاطه ديال الفران ديال الضو. دهنتها بصوص طوماط، اي صوص طوماط ديال البيتزا عندك، انا هذه مصايبها في الدار. درت لها هكا الموتزاريلا، الفلفله خضراء، شويه البصله مقطعه رقيقه حتى هي خضراء، ودرت الطون. يمكن لك ديري كفته ولا لاداند ولا اللي بغيتي. الا درتي كفته حتى هي ديريها خضراء، ديري لها شويه الملح وشويه البزار صافي، وديريها هكا كويورات صغار، ولا غير فرتيها من الفوق. غادي ندير رشه ديال الزعتر وواحد الخطيط ديال الزيت البلديه من الفوق، وغادي ندخلها للفران يكون سخون مزيان. عاد ندخلوها على عافيه تكون مجهده بحال غطيبي الخبز. نفس الطريقه درتها مع البيتزا الثانيه، نفس الحشوه نفس الطريقه. غير انا نسيت منين سرحت العجينه ما تقبتهاش بالفورشيط. منين تسرحوا العجينه تقبوها بالفورشيط. واخا انا ما تقبتهاش راه جات لاباط خطيره في لاباط ديالها، كتجي واعره. الا قلت لكم واعره فعلا واعره، غير جربوها وغتعرفوا علاش كنهضر. وكيف شفتوا راه درت فيها الدقيق ديال القمح غالب على الفورص، وجات زوينه. شوفوا ليا شحال رطبه من الفوق، مقرمشه من التحت، جات مقرمشه ومحمره من التحت. واخا انا هنا خليتها شويه بحال الفرماج شويه، بخصوص الثانيه البيتزا الثانيه شويه دارها ليا الفران من الفوق. الفرماج واخا كان فيها كثير بحال تحرك شويه، ولكن راه جات. نقولش لكم انا غنقطع معكم هاد الثانيه وغادي تشوفوا علاش كنهضر. وحتى في التقراص ديروا الفينو ولا سميده رقيقه. في التقراص ديال العجينه ديال البيتزا ديما ديروا الفينو ولا سميده رقيقه، راه كتجي زوينه. شوفوا ليا على لاباط كبيره، ما شحرت لا بصله لا فلفله لا حتى حاجه. من الاول العجينه حتى هي خضره، ما طيبتهاش ديك نص طيبه. من الاول عمرتها، سرحتها، عمرتها، درت فيها كل شيء خضر، دخلتها للفران تكون العافيه مجهده. وردوا البال معاها مع العافيه مجهده، راه داغي كطيب. نتمنى تجربوها وتعجبكم.
وإلا عجبكم الفيديو كيف العادة ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك بالنسبة للبنات جداد، وتعليق هكا محفز. خليتكم الراحة، نتلاقاو مع وصفة جديدة. بسلام عليكم.